لو بتخططي الحمل تابعي الفيديو ده للاخر، مهم جدا ليك. وكمان في اخر الفيديو هقولك على اسم التطبيق هيساعدك جدا في المرحله دي. بنات كتير بتسالني هو التبويض في اليوم ال 14 بس؟ لا يا جماعه، المعلومه دي غلط جدا. نركز سوا كده شويه اعرفك تحسبيها ازاي بالظبط. طبعا احنا اتفقنا ان هرموناتنا مختلفه واجسامنا مختلفه، مش معنى ان اختك تبويضها في اليوم ال 14 فتسمعي تجربتها وتنفذيها على نفسك. انا هعرفك تحسبيها لنفسك ازاي. اولا هتحسبي الفرق بين دوراتك بيكون قد ايه، يعني البيريود بتجيلك كل 26 يوم ولا كل 28 يوم ولا كل 30 يوم، وهتنقصي من الفرق بين الدورتين 14 يوم. يعني لو لقيتي الفرق بين الدورتين 30 يوم، 30 ناقص 14 يبقى 16 يوم، يبقى كده تبويضك في اليوم ال 16 من الدورة. طب لو لقيتي الفرق بين الدورتين 26 يوم، 26 ناقص 14 يبقى 12 يوم، يبقى كده تبويضك في اليوم ال 12 من الدورة. طب هل ده معناه ان العلاقة تحصل في يوم التبويض بس؟ لا طبعا، العلاقة بتحصل قبل التبويض باسبوع، وبتكون يوم ويوم لا لحد بعد التبويض بيوم، وده لسببين. اولا ان البويضة مدة حياتها يوم واحد بس، اما الحيوان المنوي بيعيش لمدة 3 ايام، بيقدر ينتظر البويضة. لازم نخلي بالنا الخصوبة بتقل والعلاقة تمت كل يوم، وعلشان كده اكدنا انها تتم يوم ويوم لا. والدكاترة بينصحوا بالفوليك اسيد في الوقت ده. طب انا عملت كل ده وتابعت التبويض ومشيت على كل التعليمات دي ولقيت ان البريود جت، انا هقولك تتصرفي ازاي وقتها. روحي للدكتور وتطلبي انك تعملي متابعة تبويض، واول حاجة هيبدأ لك بيها سونار يطمن على حاله الموبايل، لان وارد لو في سمنه يكون في تكيسات على الموبايل، او وارد يكون في خلل في بعض الهرمونات، او مثلا في مشكله في الغده مؤثره على نشاط الموبايل. الدكتور هيطلب منك كذا تحليل، زي تحليل الغده وبعض تحاليل الهرمونات، زي تحليل هرمون اللبن مثلا اللي لو زايد في الجسم بيأثر طبعا تأثير كبير جدا على فرصه الحمل. طيب احنا عملنا السونار وعملنا التحاليل وكل ده طلع تمام جدا الحمد لله. وقتها بس الدكتور هيبدأ يكتب لك منشطات، سواء قرص منشطه او حقن، زي الحقن التفجيريه مثلا. الدكتور هيشرح لك الجرعه المناسبه معاكي وميعادها، وانا حابه اسهلها عليكم. جبت لكم تطبيق هيساعدكم جدا جدا. بعد ما تحمليه هيسالك شويه اسئله، زي مثلا اخر دوره ليكي كانت امتى. برنامج هيبدا يحسب لك ايام تبويض، كمان هيقول لك ميعاد دورتك الجايه امتى، وهسيب لكم اسمه في اول تعليق. لو عندك اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والاشتراك.